قرارات جديدة من السودان في اجتماع الليلة. أصدر رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني الليلة عدة قرارات في اجتماعه المعهود أسبوعيا، حيث قال رئيس الوزراء: أشرنا جملة من الملاحظات على القطاع الصحي أثناء زيارتنا إلى مستشفى الكاظمية التعليمي في بغداد. وقال رئيس الوزراء إن وزارة الصحة شكلت فريقا برئاسة الوزير لتقديم كشف عن احتياجات ومتطلبات مستشفى الكاظمية التعليمي. ورئيس الوزراء يخول محافظ بغداد بتأمين مبلغ 6 مليارات دينار عراقي لدائرتي صحتي الكرخ والرصافة ببغداد. وقال رئيس الوزراء أن مشروع تحلية ماء البصرة وصل مراحل نهائية وسنحيله إلى شركة عالمية مختصة. رئيس الوزراء بقرار جريء يقول: وجهنا الدائرة القانونية بإصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ قانون إلغاء امتيازات المسؤولين الكبار. وقال رئيس الوزراء: أوعزنا لديوان الرقابة المالية بمتابعة مؤسسات الدولة للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق قانون إلغاء امتيازات المسؤولين. وقال رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء صدق على محاضر أضرار السيول والأمطار في محافظة المثنى. ورئيس الوزراء محمد الشياع السوداني يسحب مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية وقانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية. ورئيس الوزراء يسحب قانون خدمة العلم ومشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادية وسحب قائمة السفراء المقدمة إلى البرلمان. ويعلن السوداني عن استثناء الفلاحين والمزارعين من استخدام منظومات الري بالرش خلال الموسم الحالي. ورئيس الوزراء يتابع شخصيا التحقيقات الجارية بملف سرقة أموال الأمانات الضريبية والجمركية بما تعرف بسرقة القرن. وقال رئيس الوزراء: قررنا التعاقد مع شركة دولية كبرى لغرض التدقيق في أمانات الضرائب والجمارك لمعرفة حجم الأموال المسروقة. ورئيس الوزراء يخول اتحاد الكرة باقتراض مبلغ 33 مليون دولار لسد متطلبات بطولة كأس الخليج في البصرة. ورئيس الوزراء كلفنا وزارة الاتصالات بإعداد دراسة لإطلاق الرخصة الرابعة. ورئيس الوزراء: هناك رغبة حقيقية لحل جميع الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. ويعلن السوداني حرصه على إبقاء سعر النفط بما لا يقل 100 دولار للبرميل الواحد. ورئيس الجمهورية والسوداني يتعهدان بتقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي. جدد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف رشيد والوزراء محمد الشياع السوداني وعودهم بالمضي في مسار إحداث تغيير جذري في ملف الخدمات وصولا إلى تلبية طموحات الشعب العراقي. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية وورد لوكالة شفق نيوز. ووفق البيان استعرض رئيس الجمهورية نتائج مشاركته في القمة العربية في الجزائر وقمة المناخ في شرم الشيخ واللقاءات التي أجراها مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، وأشار إلى الترحيب العربي الواسع لأخذ العراق دوره المحوري في المنطقة والعالم. وقال رئيس الجمهورية إن الحكومة تحظى بتأييد شعبي وهذا مصدر قوة لها، مشيدا بعمل الحكومة والجهود التي تبذلها للارتقاء بالأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين وحماية أمن واستقرار البلد. وثمن رئيس الوزراء المواقف والجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لدعم وتعضيد جهود الحكومة في سبيل خدمة المواطنين والنهوض بالبلد وترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدا أن الحكومة ماضية قدما في هذا المسار وإنها عازمة على إحداث تغيير جذري في ملف الخدمات وصولا إلى تلبية طموحات الشعب. في الختام نشكركم على حسن المتابعة. دمتم بخير.